حمزه جلاسي بطل المقابله مرحبا بك. حمزه بطل المقابله خاطر حملتوا اللقاء يمكن 60 ولا 70 دقيقه على عاتقكم. نحكي على الشق الدفاعي للفريق الكامل، فهمني الامور ما مشيتش يمكن القدام، وفي الاخر كره ثابته حمزه جلاسي قلب الدفاع هو يمكن يلقى الحل للإطوال اليوم ويخليها تخرج بنتيجه الحقيقه ممتازه فيو 90 دقيقه اللي شفناها اليوم. الحمد لله اليوم اول حاجه شوط الاول اللي هنا بالنتيجه بون ما تكونش ديما ماك تعرف انت في الشامبيونز ليج لازم ديما تلعب على شوطين. الحمد لله اليوم شوط اللي تمكنا اليوم اللي ماركينا وما قبلناش، هذه حاجه الاولى. بطل المقابله انا نعرف اللي اصحابي الكل احنا من عليه للجوارات اللي يعطيهم الصحه اللي دخلوا للمقابله وعاونونا. الحمد لله اليوم اللي كنا صابرين اكثر، جمعيه تعرف تكور، شفتوها اللي بيان بلاسي في التيران. دونك احنا الحمد لله اللي تكتيكمون بيان كنا واقفين معناها خير منهم، هم يكوروا واحنا نلوجوا على لي كونتر. ساعات جمعيه كي ما تلقاش الريبير نتاعها، ما تلقاش اللزوماتيزم نتاعها في التيران. دونك لازم الحلول تجي على البلاريتي. الحمد لله جاء توفيق من عند ربي اللي طلعت وماركيت وعاونت صحابي اليوم ربحنا، وان شاء الله يا ربي نكملوه في المغرب يذول اسباس اكثر باش يضغطوا عليكم اكثر، حاجتهم بالانتصار. تشوف الوضعيه تساعدكم خير من اليوم اللي كنتم مطالبين بصناعه اللعب باش تمشيوا وتجيبوا البونتوات؟ بالعكس احنا شفت جمعيه حتى اذا كان ما خاسره ويطلعوا لنا الفوق قاعدين يكوروا عندهم لي سباس نتاعهم برشا معناها في ظهر لاكس وفي ظهر لي زاريير. الحمد لله اليوم اللي باش نلعبوا على شيء هذا، باش نلعبوا لهم في لي سباس نتاعهم خاطر هم باش يطلعوا علينا باش يلوجوا على الضغط. ان شاء الله نكونوا متوافقين في المباراه الاياب. شكرا لك حمزه، مبروك مره اخرى. وبالطبيعه نبي كوتش يظهر لي عملتوا شوط اول خليني نقول حتى 70 دقيقه افضل من نجم الرياضي الساحلي اليوم، سيطرتوا على الكره، جريتوا المنافس، لكن غابت عليكم التجسيم، ما عرفتوش كيفاش تستغلوا 70 دقيقه هذوما. في الاخر يمكن هدف قلب المعطيات في اخر اللقاء. صحيح تقريبا كانت سيطره كامله في الفرص وفي اللعب. كنا نعرفوا ان نجم الساحلي قوته هو في الكرات الثابته، مع الاسف قبلنا هدف في الكره الثابته. اوكي الشوط الاول يعني انتصر فيه النجم الساحلي 1-0. كنا نستحق حقيقه يعني الانتصار هنا في سوسه على الفوليوم دو جو، على عدد الفرص اللي خلقناهم، لكن هذه هي كرة قدم. وقت اللي ما تسجلش فرص نتاعك تقبل، لكن انا يعني عندي مطمئن نوعا ما، حتى ولو ما سجلناش هنا وخسرنا 1-0. ان شاء الله في المقابلات العوده عندنا كل الامكانيات ان شاء الله باش ننتصر ونترشح. الوضعيه مش اصعب في ماتش الريتور، خاصه انه الاتوال باش يقبل اللعب، باش يواخر، باش يلعب على الكونتر، ممكن طريقه اللعب اللي تساعدوا اكثر النجم الرياضي الساحلي قدام الجيش الملكي؟ صحيح، لكن احنا في الوضعيه هذه خاسرين 1-0، ما عندناش حل اخر الا باش نحاولوا ننتصروا اكثر من هدف. بطبيعه الحال باش نلعبوا بتوازن، لكن حظوظنا تبقى قائمه اظن للترشح نظرا للمستوى اللي قدمناه اليوم والمستوى اللي ان شاء الله ممكن باش نقدموه في مباراه المغرب ان شاء الله. شكرا لك. يبقى المدرب المساعد للنجم الرياضي الساحلي دالي يمكن 60 دقيقة حتى اللي صاروا 3 تغييرات الأولانيين، كملتوا 3 تغييرات الأولانيين. النجم الرياضي الساحلي كان سيء جدا، عرف يسيطر عليكم المنافس، شد الكرة، جريكم حتى على المستوى البدني حسينا كأنهم خير منكم، لكن كرة ثابتة قلبت المعطيات. وفي آخر المقابلة نجموا نلقاو حتى أنتم كستاف ولا جوارات تندموا على فرصة نتاع هدف ثاني. صحيح، معناها ما دخلناش في الماتش كما يلزم، لكن كنا نعرفوا اللي اليوم الفريق باش يجي يستنانا باش يلعب على اغلاطنا. معناها السيكونس تاع الماتش ما مشاوش كيما احنا حضرنا، لكن الحمد لله في الاخر معناها الهدف الانتصار ب1-0. النتيجه ماهيش خايبه، لكن مازال ما تلعب حتى شيء. فما الشوط الثاني باش يتلعب في المغرب، ان شاء الله نحضروا له كيما يلزم، وقدره ربي نمشيو للمغرب ونروحوا بالترشح نتاعنا من غادي ان شاء الله. داري شوط ثاني وانت متقدم 1-0، ممكن الاكثريه النجم باش يلعب على الكونتر. تشوف الطريقه اللي يمكن الافضل بالنسبه للإطوال في الوقت الحالي، ممكن تلقاو رواحكم ارتاح في مقابله الاياب؟ ممكن باش يكون هما الضغط نتاع الجمهور، معناها باش يكونوا متسرعين اكثر،
مازال بكري، مازالوا دو سمان باش نحضروا الماتش نتاعنا، ان شاء الله نحضروا لكم يلفو، وان شاء الله بقدره ربي نروحوا كما قلت لك بالترشح من المغرب ان شاء الله. شكرا لك داريو، حظ موفق بالطبيعه في لقاء الاياب.